انت تدري اكبر صلاة جماعة بالتاريخ صارت وين؟ السلام عليكم شباب بنات، وياكم مميز عراقي ورجعت لكم بفيديو جديد. طبعا هواي ناس تتساءل اكبر صلاة جماعة بالتاريخ وين صارت ومن سواها ومن صلاها وين. انا راح اقول لك وين. تحديدا في 2014 صارت اكبر صلاة جماعة في تاريخ البشرية. ومن سوى هاي الصلاة وشلون صارت وشلون نجحت؟ طبعا بعام 2014 دخلت الدولة اللا اسلامية الى العراق، ومن دخلت كفرت جميع الشيعة وشكوا شيعي لازم ينقتل، وصارت ضجة مو طبيعية بالعالم بالدول الإسلامية والغير الإسلامية. يعني حتى ب 2014 كنا نسمع بالأخبار يقولون الدولة اللا إسلامية راح تظل بالعراق ما يقارب 40 سنة إلى 50 سنة، وأكو من الطوائف الإسلامية اللي أيدوا هذا الشيء. احذروا اليهود مرة واحذروا الشيعة الروافض 100 مرة. ومن رفضوا هذا الشيء قالوا هذا الشيء ما يمثل الإسلام. والمشكلة وين؟ المشكلة اندقوا بالشخص الغلط، وعلى غفلة يطلع هذا الرجل يطي فتوى يغير حسابات جميع دول العالم بخصوص هذا الشيء اللي صار بالعراق. أن من يضحي منكم في سبيل الدفاع عن بلده وأهله وأعراضهم فإنه يكون شهيدا. طبعا ورا هاي الفتوى انتفض جنوب العراق كله. السيد قال همتكم يا نبطة الموصل بيدنا وداعش سبوها، وحق عين العراق وعين بغداد زلمنا سباع وماكو داعي بعد اسولف لكم الاحداث. هسه احنا بال 2024 لا اكو داعش ولا اكو مدري ياهو. هسه احنا نرجع سالفتنا وين اكبر صلاة جماعة بالتاريخ صارت. طبعا بهاي الاحداث اللي كنت اسولف لكم اياها صارت بوقتها زيارة الامام الحسين عليه السلام اللي هي زيارة الاربعينية، وتعرفون بعد زيارة الاربعينية مشاية من البصرة لحد كربلاء. وبهاي الزيارة كانت الدولة اللا اسلامية صيح راح نطب الكربلاء والنجف ونفلش الاضرحة مال الائمة عليهم السلام. طبعا هذا الحكي حتى بالاحلام ما يصير. المهم يا شباب تحديدا ب 2014 السيد السيستان عمر المشاي المتجهة من النجف إلى كربلاء إنه تصلي صلاة جماعة، ولا عبالكم تصلوا بالجوامع أو بالحسينيات، لا على طول الطريق من النجف لحد كربلاء طريق واحد ما يقارب 80 كيلومتر. يعني تتخيل صاعد سيارة متجه بيها لكربلاء وتشوف الطريق كله عبارة عن صلاة جماعة. يعني هذا الشيء مو سهل والله. يعني تخيل طريق 80 كيلومتر كله عبارة عن مصلين وصلاة وحدة. المهم بهاي الصلاة لطمنا الدولة اللا إسلامية على حلقة وراوناهم الشيعة شنو يقدرون يسوون. وهاي المبادرات الجاي تصير مو عبالكم اشياء سهله هاي، واي واحد يجي يقدر يسويها، بس هاي كلها توفيق من الله سبحانه وتعالى. وهواي يعني انت تخيل 25 مليون شخص بكربلاء، وهي كربلاء صغيره يعني، وذول ال 25 مليون شخص كلهم شبعانين ومرتاحين وشبعانين نوم. وطبعا الدين الاسلامي دين تسامح وصلح ومحبه، مو تكفر الناس وتحرض الناس على القتل والسب وتشتم تشاليك. هذا كوبي شعر يقول محمد فهم الما يعرف الدين، البنا تنظيم باسمك قل له فلش، لو ناشر الدعوة بعبوة وحزام ما كان الإسلام ويا الهوى يطش، لك دينك قلت للما يسلمون وابد ما سمعتهم كلمة تخدش. واتمنى ما طلت عليكم وان شاء الله يكون الفيديو نال اعجابكم. وطبعا ما قلت لكم اسف على القطعة الطويلة الصايرة، بس الله شاهد ظروف عندي كلش هواي، وان شاء الله بعد ما اقطع بالمقاطع الطويلة. واذا عندك فكرة فيديو او شغلة نسويها بالفيديو الجاي سوي لي اياها. شنو نسوي لي اياها؟ اكتب لي اياها بالتعليق حتى انزلها بالفيديو الجاي. يلا وهاي تعليقاتكم هم راح تطلع بعد اشتردون.